يسعد مساكم. بدنا نعمل اليوم مكرمشات الزعتر. هاي بنرش زيت الزيتون على بواقي التوست. طبعا هذا التوست اللي ظل لما انا عملت علي. طبعا هذا التوست اللي ظل لما انا عملت علي ظل عنا الاطراف. اكيد مش راح نكبه، راح نعمل منه مكرمشات الزعتر الزاكي. كتير تتاكل مع شاي، تتاكل بدل وجبة، هيك بين الوجبات حسب الرغبة. طبعا بنرش شوية زيت زيتون، بعدين بنرش الزعتر الزاكي اللي أنا عملته بالبيت. كمان مرة بكرر العملية. صراحة صار شكله مشهي قبل ما ينخبز. كيف لما ينخبز؟ وهاد جزء تاني منه بدي أحمصه، بعدين أحط له كرفة وسكر وحليب مكثف عشان يصير حلو. كمان هاد بعد ما لفيته على العيدان بدي أحمصه بالفرن. بعد ما أطلعه من الفرن بحط له الأشياء اللازمة عشان يصير حلو، يعني شبه السينابون. هاي السينابون اللي من بقايا التوست صار جاهز. طلع طبعا مع الكرفة والصوص الأبيض والبني.